مبروك مبروك لنادي الزمالك واخواتنا الزملكاويه فوزهم على بيراميدز ووصولهم لنهائي السوبر المصري لملاقاة النادي الاهلي في مباراه يعني كان الاحتفال فيها اوفر شويه بس مفيش مشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم هيثم قروي سليماني. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا يا جماعه ولسه امر يدعمونا بالاشتراك في القناه، وعلى فكره اليوتيوب بيقول ان الاشتراك في القناه مجانا. نادي الزمالك يا جماعه النهارده لعب ماتش كويس جدا. يعني كابتن احمد رؤوف عمل خطه متوازنه بين الدفاع والهجوم. الماتش خصوصا الشوط الاول ما كانش فيه فرص تقريبا، والاداء متحفظ جدا. لكن نادي الزمالك يعلم جيدا من اين تاكل الكتف، وخصوصا كمان ان هو كعبه عالي على نادي بيراميدز. وكمان يعني السنه اللي فاتت برضو الزمالك غلب بيراميدز بضربات الجزاء ووصل لنهائي السوبر المصري. وبرضو الموسم اللي فات في كاس مصر برضو الزمالك اخذ كاس مصر عن طريق ضربات الجزاء من نادي بيراميدز. وانا كنت بشجع الزمالك في الحالتين دول، والنهارده برضو كنت بشجع الزمالك عشان يغلب بيراميدز. فشابوه لنادي الزمالك والف مبروك لاخواتنا الزملكاويه، وخصوصا في ظل الظروف وقصه الازمه الماليه اللي بيعاني منها النادي. يعني اللعب كابتن احمد رؤوف بامكانياته، ويعني عارفين كويس من هي بيراميدز. فصراحه يعني شابوه الكابتن احمد عبد الرؤوف، وخصوصا كمان ان هو الشوط الاول ما لعبش عبد الله السعيد، لا نزله الشوط الثاني. الراجل بيدل ان هو عنده شخصيه، مش هيعمل زي ما كان بيلعب مع ايام يانيك فيريرا. عبد الله السعيد لازم يلعب من اول مباراه. وكمان اما عدي الدباغ اتصاب الشوط الاول نزل احمد شريف. الراجل عنده جرأة وفكر على فكرة وشخصية. كابتن أحمد عبد الرؤوف لعب بخطة متوازنة. ويعني شابوه لكمان محمد عواد، ان هو الراجل بعد غياب طويل قوي يرجع وفورمه وفايق وواقف قوي على رجله ويصد الكرة بتاعت مصطفى زيكو. رغم ان محمد عواد يعني قصير القامة عن الشناوي، لكن صراحة كان فايق جدا ومركز في المباراة. نادي الزمالك يعني الفرص قليلة جدا، والحكم محمد معروف يعني من ده على ده الله اعلم كان في ضربة جزاء لبيراميدز ولا لا. في فاولات كتير برضو ما اتحسبتش للزمالك. يعني مش هنتكلم عن الاداء التحكيمي او ماليش علاقه، ولكن يعني كابتن احمد عبد الرؤوف قفل على كل مفاتيح اللعب بتاعت بيراميدز. يعني اسو مالي المهاجم ما كانش ليه اثر ولا وجود، وكمان محمد الشيبي بسبب يعني الصلابه الدفاعيه لنادي الزمالك، وان هو كان كمان بيلعب يعني محمود الونش بدل حسام عبد المجيد نزله في الشوط الثاني. فده بيدل على ان الراجل صاحب شخصيه. والف مبروك. ميعادنا ان شاء الله يوم الاحد القادم الساعه 5:30 بتوقيت القاهره، ماتش الاهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري. رغم ان الوقت ده هيكون ماتش مانشستر سيتي وليفربول، بس هنعمل ايه انا مش عارف. سلام عليكم.